انا جيت. اهلا بيكم معانا في بالاكسل يا اسطى. هنتكلم عن الاكسل بشكل كوميدي. تعالى ومن غير تاخير ويلا بينا تعال نخش في موضوع النهارده. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. عايز تجمع ارقام بس بشرط، يعني مش اي ارقام وخلاص، يبقى معادله السم اف هي اللي هتعمل لك الحوار ده. يلا بينا مع بعض. يلا بينا. ببساطه معادله السم اف بتقول لك لو الشرط اتحقق اجمع الرقم، ما اتحققش طنشه. تعال نشوف الكلام ده. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ فانا عندي معادله سم اف، بكتب له بيساوي سم اف، وبكتب له النطاق اللي فيه الشرط، وبعد كده اكتب له الشرط بتاعي، وبعد كده النطاق اللي فيه الجمع. يعني ايه الكلام دوت؟ عندي مجموعه بيانات زي اللي واضحه قدامنا ديت، عايزه يجمع لي مبيعات الاصناف اللي اغلى من 5000 جنيه. تمام. فكتبت له معادله سم اف كالاتي. قلت له سم اف، انا عندي النطاق اللي فيه السعر هو العمود جي. تمام. فقلت له الاسعار عندي في النطاق من جي 4 لحد جي 19، ده النطاق بتاع الشرط. وقلت له الشرط بتاعي انه يبقى اكبر، ان السعر الصنف يبقى اكبر من 5000 جنيه. تمام. وقلت له النطاق اللي فيه المبيعات اللي انا عايز اجمعها في الاتش، من اتش 4 ل اتش 19. كتبت المعادله بالشكل دوت، طلع معايا الناتج الرقم ده. طب انا عايز اتاكد الرقم دوت صح ولا لا. اجي هنا اعمل فلتر، اشيل ال 5000 واقول له صم العاديه بتاعتنا خالص. طلع الرقم هو 3,545,100. وممكن برضو استخدمها بطريقه تانية. انا عندي هنا انا عايز مبيعات صنف معين وليكن الثلاجات بس. فطبقت برضو المعادلة، قلت له بيساوي sum f. ممكن نفتح المعادلة عن طريق ان انا اتك على الاف اكس دي، بحيث ان انا اشوف الديالوج بتاع المعادلة بيقول ايه. لك يا جدع والله منزل، وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. فانا قلت له الرينج بتاع الشرط انا هدور بناء على الثلاجات بس. تمام. فانا هنا الشرط بتاعي هيبقى الثلاجه. فالرينج اللي فيه الاسم دوت او الصنف دوت هو العمود اي، اللي هو العمود ده كله. تمام. فهو هيدور عن الثلاجه في العمود ده، وهيجمع لي المبيعات بتاعت الثلاجه ديت اللي هي ايه؟ المبيعات اهي. تمام. وهقول له اوكي او انتر، هيطلع لي 1,140,000. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ تمام. يعني مش كل من هب ودب يتحسب. انا عايز اجمع المبيعات التقيله او اصناف بعينها او غيرها، فصم اف تقول لك حاضر يا باشا. وبكده يا معلم تبقى عرفت معادله صم اف. مش اي حد يدخل حساباتها. عايز تحسب مظبوط وبشروطك خليها على صم اف. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في حلقات تانية من بالاكسل يا اسطى. سلام.